السنوات الماضية سنة عن سنة ميزانية العمل الجماهيري أو البرامج اللامنهجية، ميزانية المركز الجماهيري زادت بشكل طردي. هذا العام الميزانية زادت من 13 مليون و988 ل 19 مليون 573 بقرابة 40%. هذه الميزانية بدون إضافات أخرى، منها الميزانية الخماسية لبلدية رهط ككل، وهنالك عمليا رصدنا قرابة 14 مليون شيكل للتعليم اللامنهجي بما فيه البنى التحتية من ملاعب وإلى آخره. نيتنا عام 2018 إن بالفعل عمليا نمشي على شعار ولد مشغل ما بيشتغل فيك، وبالتالي ترميم كل الملاعب، إنارة كل الملاعب وتفعيل كل الملاعب مع كل القاعات. وطبعا الناس بتعرف ان احنا فتحنا 7 مدارس جماهيرية اللي عمليا كما شفنا في الخطة اللي عرضوها الشباب بتفعل أكثر من 3000 طالب وطالبة بعد الظهر. الميزانيات اللي احنا بنحكي عليها هذه يعني إضافة للميزانية اللي أقرناها اليوم 19 مليون، شيء زيادة 40%. قلت الميزانية الخماسية وميزانيات أخرى اللي عمليا احنا ما فوتناها لهذه الميزانية لهذا العام، بس احنا إن شاء الله في مرحلة لاحقة سنعدل الميزانية ونفوت كل الميزانيات هذه. في آخر الجلسة اللي بدي أقول كمان إن في هذه الجلسة أيضا أريد أن أشدد على إن المركز الجماهيري سكر كل الديون. وفي هذا الصدد يا أستاذ فؤاد بدنا نقول لك شكرا جزيلا على طبعا باسم اللجنة المالية، شكرا جزيلا على الأداء المهني الكبير. شكرا جزيلا لك ولكل موظفي المركز الجماهيري، ترفعوا الراس. طبعا إضافة للي قالها أخونا عامر الهزيل، وطبعا هذه ميزانية تعد مفخرة لكل رهط. عامر عن جد حصل في المركز الجماهيري تغيير جذري. فؤاد شكرا. الميزانيات زي ما سردها عامر، ما ودي أعيد الكلام اللي قاله، نؤكد لك بس عليه أن المركز الجماهيري أصبح قلعة يعني تربوية جماهيرية. شكرا لكل من كان شريك في العمل. طبعا هذه الميزانية 19.5 مليون شيكل لسنة 2018، بها الكثير من العمل، بها الكثير من البرامج، بها الكثير من الوظائف الجديدة. كل شيء سيكون ملموس. شكرا، وإن شاء الله سنة 2018 سنة خير للمركز الجماهيري.